وبركاته. اهلا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هتكلم عن مباراة الاهلي والصن داونز الجنوب افريقي في الجولة الثالثة لدوري ابطال افريقيا، المقامة ان شاء الله يوم السبت 25/2/2023 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت السعودية، على قنوات بين سبورت الرياضية المشفرة. طبعا الاهلي متزيل المجموعة هو والقطن الكاميروني. الاهلي ما لعبش في الجوله الاولى بسبب كاس العالم، فبتاجل له ماتش مع القطن الكاميروني. لعب في الجوله الثانيه امام الهلال في السودان وخسر 1-0 بعد مباراه صعبه للاهلي من غير جمهور ولا حاجه. لو كان في جمهور كان الاهلي خسر بكتير. الاهلي كان راجع من كاس العالم، مش هو الاهلي خسر مباراتين في كاس العالم ورا بعض، وخسر المباراه دي ثلاث مباريات الاهلي خسرهم على التوالي. شد وجذب بين اللعيبه. محمد شناوي مش متمركز في اعصابه، قاعد بيتخانق مع اي حد. قفشه برضه هكذا، وهاني يعني صعب قوي. طبعا شد عصب المباراه ديت بسبب ان الاهلي كده ما عندوش ولا نقطه. الهلال 3، القطن كده يعتبر خارج النطاق ولا نقطه. صن داونز 6 نقاط. فالمباراه دي لا تقبل الاسم على 2. مباراه صن داونز لا تقبل الاسم على 2، لابد من الفوز عشان يصحح وضعه، يبقى 3 نقط، ويبقى له بقى مباراه مؤجله مع القطن يكسبها يبقى يتساوى مع صن داونز. فان شاء الله بالتوفيق النادي الاهلي، والمباراة دي لا تقبل الاسم على 2. وده كل ما نزل في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.